أنا أسألك سؤال يا أختي الفاضلة أم محمد، يعني الآن وإن شاء الله بعد عمر طويل، تخيلي لو أن الله تعالى ما كتب لك حياة من الغد، مثل ما نحن كلنا مشروع انتقال عن هذه الدنيا، ما في أحد يخلد في هذه الدنيا، كيف تلقين الله عز وجل؟ بأي وجه تلقين الله؟ تلقينه مفرطة في الصلاة، تاركة لأمر الله عز وجل، متساهلة في مثل هذا الأمر؟ كيف؟ الإنسان ما يفكر. والله أنا ما أدري، أحيانا بعض الناس أين قلوب هؤلاء اللي ينام عن صلاة الفجر ولا ينام عن بقية الصلوات، ما كأنه سوى شيء، كأن ذباب قال به هكذا، وقع على أنفه فقال به هكذا. مصيبة، والله مصيبة. هذا يدل على أن الناس ما فهموا معنى الصلاة، فلا أصبح للصلاة ميزان في قلوبهم. هكذا كيفما إذا وجد وقت صلى، وإذا ما وجد وقت ترك الصلاة، ويقول أقضي بعدين. كيف تقضي بعدين؟ في قول لبعض العلماء الصلاة ما تقضى، في قول لبعض العلماء أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها لو صلاها ما قبلت. قول أنا أقول قول لبعض العلماء، وعندهم أدلة في هذا. ذلك يا أختي محمد بارك الله فيك، هذه الصلاة ما يحافظ على الصلاة إلا إنسان مؤمن. يجب على الإنسان أن تكون شغله الشاغل الصلاة. الصلاة ما تترك على أي حال، على أي حال لا بد الإنسان أن يصلي. مرضى هؤلاء الذين لا يستطيعون الحركة، حتى المعاقين الذين عندهم شلل رباعي، ولا ما دام عقله موجود والنفس لازم يصلي، لا بد يصلي. صلي كيف؟ على الحال اللي يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم.